بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. وصفة اليوم هي طاجين بالدجاج البلدي مع البصل والطماطم والزبيب، فهو طاجين مالح حلو. وكما وعدتكم عندما قدمت طاجين اللحم بالبرقوق، سأقدم لكم تشكيلة من الطواجين المغربية مع الالتزام فعلا بتقديم جميع طلباتكم إن شاء الله. لننتقل إلى المكونات. لهذا الغرض سنحتاج إلى كيلو ونصف من الدجاج البلدي، إلى حزمة صغيرة من البقدونس، نحتاج إلى بصلتين مقطعة إلى دوائر، بصلة صغيرة مفرومة إلى مربعات صغيرة، حبتي طماطم مقطعة إلى دوائر، 100 غرام من العنب المجفف الزبيب، فصي ثوم مفرومين، نصف ملعقة صغيرة من السمن، نصف كأس صغير من خليط زيت الزيتون وزيت المائدة. بالنسبة للتوابل سنحتاج إلى القليل من الزعفران الطبيعي، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود البزار، ملعقة صغيرة من الكركم الخرقوم، ملعقة صغيرة من الزنجبيل سكينجبير، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من القرفة مدقوقة، وملعقة طعام من السكر، وإلى القليل من الماء حوالي كأس صغير. على نار هادئة نضع آنية الطاجين، ننتظر حتى تسخن، ثم نضيف خليط الزيت يسخن قليلا، ثم نبدأ في وضع قطع الدجاج. نضيف البصل والثوم، نقوم بتوزيعه، نقلي الدجاج مع البصل والثوم لبضع دقائق. إذا سنقوم بتقليب الدجاج للجهة الأخرى حتى يتقلى من الجهتين. سنقوم الآن بإضافة التوابل، نقوم بتوزيعها. بالنسبة لكمية الملح يمكنكم التقليل أو إضافة المزيد حسب الرغبة. بالنسبة للقرفة سنضيف فقط نصف الكمية ونحتفظ بالنصف الآخر. نضيف باقة البقدونس للتنسيم إلى الطاجين، حيث سنتخلص منها عند التقديم. سنترك الطاجين يتقلى حوالي 10 دقائق على نار هادئة. إذا بعد مرور 10 دقائق تقلى الدجاج مع البصل والثوم وباقي التوابل. سنقوم الآن بتقليب قطع الدجاج. سنقوم الآن بإضافة الزعفران الطبيعي، نضيف كذلك السمن، نقوم بتوزيعه، سنقوم الآن بإضافة البصل، نقوم الآن بتصفيف قطع الطماطم. سأضيف الآن العنب المجفف الذي سبق أن قمت بغسله، نقوم بتوزيعه على هذا الشكل. الآن القرفة المتبقية، ثم السكر، نقوم بتوزيعه بالأعلى. نضيف الآن الماء من الجوانب. يمكنكم الاستغناء عن الماء لذوي التجربة. إذا كانت أول مرة فيمكنكم إضافة الماء. بالنسبة لي فأنا لا أضيفه، فقط لأريكم الطريقة لإنجاحها. سنقوم بتغطية الطاجين
سنتركه ساعة من الوقت على نار هادئة، ويفضل أن يطهى على الفحم. طاجين الدجاج البلدي بالطماطم والبصل والزبيب ها هو جاهز. بالهنا والشفاء. للمزيد من الوصفات الرائعة والمتنوعة اشتركوا على قناتي وأدلوا بإعجاباتكم وضعوا تعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.